السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. مرحبا بكم وألف مرحبا في قناتي وقناتكم شيوات وحدك بشرى مجدر. رجعت لكم من بعد غيبة طويلة، كل حماس كل ثقة في النفس، باش دائما نقدم لكم الجديد والحصري وكذلك شهوات في المتناول وعلى قد الجيب. فكنتمنى تشجعوني وتدعموني دائما باللايكات والتشجيعات وكذلك التعاليق المحفزة، باش يمكن لي دائما نقدم الجديد والجديد وتكون عندي واحد الطاقة باش أنني نستمر للأمام. يعني محتوى زوين، محتوى ديال الطبخ والشهوات، بعيد كل البعد عن المعاطيه اللي كاينه دابا والسب والقذف اللي كاينه دابا في اليوتيوب. فكنتمنى تشجعوا هذا المحتوى باش يمكن لنا دائما نقدموا الجديد والجديد. فبالنسبه للاقتراح ديال هذا النهار، غادي نقدم لكم ميني بسيطلات بالسمك اولا بفواكه البحر بطريقه زوينه جديده وكذلك سهله، يمكن اي واحد يحضرها، خصوصا العرايسات الجدادات والمبتدئات. فعلاش لا ما نحضروش وصفات بحال هكا، خصوصا دابا الشهر الفضيل كنحتاجو بزاف بحال هاد المملحات كتنفعنا لمائده الفطور. فكنتمنى تشجعوني وكذلك الله يجازيكم بخير، الله يفتح عليكم ابواب الخير. ما تنسونيش باللايكات والتشجيعات ديالكم. فندوزو جميع المقادير وطريقه التحضير. هنا خديت الهاشوار اولا اي خلاط كهربائي، خديت معلقه اولا زلافه كبيره ديال الربيع، القزبور والمعدنوس، يعني غلبت المعدنوس على القزبور. غادي ناخذ واحد البصله صغيره، خديت البصله خضريه، كذلك واحد الكميه ديال الثوم، فلفله حمراء مقطعه بهذا الشكل هذا، وعندي نص حامضه مصيره. كناخذ هاد العناصر كامله، غادي نضيف عليها واحد الكميه ديال الملح، يعني ما نكثروش الملحه في الاول، من بعد عاد نصحوا الذوق لان مازال نضيفوا عناصر اخرى اللي كتكون مالحه. عندي هنايا تقريبا واحد 2 معالق كبارين ديال زيت الزيتون، كنضيفها على هاد العناصر. وغادي نضيف 2 معلقات صغارين ديال الهريسه، وكتبقى على حسب الذوق، يعني هاد الهريسه انا ما عنديش حاره، يمكن لكم تزيدوا اكثر اللي كيبغي الحار بزاف. عندي 2 معالق كبارين ديال صلصه الصويا او صلصه الصوجا، غادي نضيفها على هاد العناصر. انا عندي هذه الخفيفه، من الاحسن الا لقيتو الثقيله. غادي نخلط هاد العناصر جيدا حتى كتولي على هاد الشكل، ومن بعد غادي نضيفو معلقه صغيره ديال العطريه الخاصه بالبسطيلات السمك، معلقه صغيره ديال الكروفيت يابس مطحون، وعندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الاعشاب المنسمه، الزعتر وازير وورقه سيدنا موسى. غادي نضيف شويه ديال الفلفله حمراء، غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، ما نكثروش باش ما يبدليناش الذوق ديال السمك. وغادي نضيف واحد شويه ديال القزبر حبوب. هنا خديت حامضه معصره، غادي نعصرها بهذا الشكل، يعني حامضه طريه بهذا الشكل هذا. غادي نعصرها على هذا الخليط ونخلط العناصر جيدا حتى تندمج اولا تنسجم مع بعضياتها. هذه هي الشرموله اللي غادي تكون قاعده باش نحضروا هاد البسطيله. يعني هاد الشرموله يمكن لينا نحضروها من قبل ونديروها في قريعه، فكتكون شرموله غادي نحضروا بها جميع انواع الاسماك، كذلك لي بات، كذلك ماشي لي بات يعني اللحوم البيضاء، كذلك يمكن لينا نشرملوا بها حتى الدجاج اللي كيدخل الفران، فكتجي زوينه بزاف. هنا خديت الشعريه الصينيه، خديت 3 ديال الحبات، تقريبا عندي 250 غرام، ما استعملتهاش كامله. خديت الفطر الاسود المعلب حتى هو رطبته في الماء. هنا كناخذ الميرلون، يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال السمك يكون ابيض اللي تيكون فيه الهبره. هنا خديت تقريبا كيلو ديال الميرلون، من بعد ما حيدت له الشوك او السنسول كتبقى لي ديك 750 غرام، كذلك الراس. غادي ناخذ لاطه كتدخل الفران، كندهنها بشويه ديال الزيت، درت لها ورق خاص بالفرن، وكنسرح دوك الشرائح ديال الميرلون في هاد اللاطه وكندهنهم بديك الشرموله. هنا غادي ندخلهم الفران، غادي ندهنهم بواحد شويه ديال الزبده. الزبده اللي كنستعملو تكون زبده نوعيه جيده، ماشي المارغرين. خديت هنايا واحد شويه ديال الزيت،
وغادي ندخلهم الفران. ما نتعطلوش عليها في الفران، تقريبا واحد 10 دقائق، يعني الفرن يكون ساخن 10 ديال الدقائق باش يطيب لنا ديك الهبره، يعني ماشي تتقصاح وتجي عاصيه في الطياب ديالها. من بعد خديت مقله غادي نضيف فيها معلقه ديال الزبده، غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت، وغادي نضيف 2 معالق كبارين اولا الكميه اللي بغينا ديال ديك الشرموله اللي حضرنا من قبل. كنخلط هاد العناصر جيدا مع بعضياتها، ومن بعد كنضيف الكروفيت اولا القمرون من بعد ما نقيته. تقريبا هنايا عندي واحد نص كيلو منقي، يعني خديت تقريبا كيلو نقيته، تتبقى لي ديك نص كيلو اولا 700 غرام هكاك. غادي ندي كلشي فوق النار ونشحرو جيدا حتى تينسجموا مع بعضياتهم، وداك الكروفيت كيتشرب لي ديك العطريه. من بعد كناخذ الصفايه وكنصفي فيها ديك الكميه ديال الكروفيت في بهذا الشكل هذا، يعني كنديرو في الصفايه باش كيتجمع لي داك الماء لتحت. في نفس المقله غادي نضيف الكميه ديال ديك الشرموله، تقريبا 2 معالق حتى 3 د المعالق، وغادي نضيف واحد الكميه ديال الزبده، وغادي نضيف شويه ديال الزيت بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذ الكميه ديال الكالامار اللي عندي اولا الهبره ديال الكالامار منقطعه بهذا الشكل هذا، تقريبا عندي حتى هي 500 غرام ديال هاد الشرائح ديال الكالامار، وغادي ندي فوق النار حتى يتشحروا. ملاحظه هنايا الكالامار ما خصوش يطيب بزاف، تقريبا واحد 4 ديال الدقائق ما نفوتوهاش، لان الا بقى بزاف فوق النار فكيقصح وكيجي عاصي. هنايا غادي يطلق لنا داك الماء، نخليوه بالماء ديالو كما كتشوفوا معايا ونصفيوه، لان داك الماء راه حنا محتاجينه من بعد. كنجمع ديك الكالامار مع ديك الكروفيت اللي حضرت من قبل وكنحتفظ به جانبا، يعني في نفس المقله هانتوما كتشوفوا الماء اللي كيطلق لي، فغادي نحتاجو من بعد باش نرطبوا الشعريه. هنا خديت ديك شامبينيون نوار اولا شرائح اولا الفطر الاسود ولي شامبينيون المعلب بهذا الشكل هذا. غادي نقطعوهم قطع صغيره بزاف بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ نفس المقله وغادي نضيف غادي ناخذ ديك لي شامبينيون اللي قطعت، غادي ناخذ معلقه من داك الخليط اولا من الشرموله بنفس الطريقه، شويه ديال الزبده شويه ديال الزيت، وكندي كلشي فوق النار يتشحروا، وكنضيفهم فوق الخليط ديال القمرون وكذلك الكالامار اللي حضرنا من قبل. فيعني الطريقه سهله مبسطه. اول حاجه كنحضروا الشرموله هي اللي عليها الاساس. هنايا من بعد ما طابت لي ديك الشرائح ديال السمك كنحاولوا نحيدوا منهم ديك الجليده، وإلا كانوا شي شوكات صغيورين فكنحيدوهم بيدينا. هانتوما بهذه الطريقه ما تحاولوش تفرتوهم بزاف، يعني كنخليوهم طريفات كبارين. كنحيدهم هنا مازال سخونه، غادي نخليها شويه تبرد ومن بعد غادي نكمل باش نحيد ديك الجليدات الكحل اللي تيكونوا، وإلا كانوا شي شويكات ونحتفظ بهم جانبا. هنا خديت الشعريه من بعد ما صفيتها، يعني من بعد رطبتها اولا وغادي نصفيها وغادي نقطعها بالمقص، وغادي نديرها في ديك المقله اللي شحرت فيها العناصر كامله. هنا غادي نضيف ما تبقى من الشرموله اللي بقات لي، غادي نضيفها كلها. غادي نضيف واحد شويه ديال الزبده، وكناخذ ديك الماء اللي احتفظنا به اولا اللي تجمع لينا ملي صفينا العناصر كامله اللي شحرنا من قبل. هانتوما بهذه الطريقه هذه غادي نخلط العناصر جيدا ونديها فوق النار حتى كتشحر. هنا من بعد ما بردات لي ديك الميرلون غادي نزول ديك الجليدات بهذه الطريقه هذه، وكما قلت لكم نخليوها تكون شي شويه، يعني نخليو الطريفات يكونوا كبارين بهذا الشكل هذا. كنتمنى تجربوا طريقتي في التحضير ديال هاد البسيطلات، صدقوني يعني اللي ما عمره ما حضرهم غادي يجيوهم ساهلين، ويعني ما غاديش ياخذوا منكم شي مجهود اولا شي وقت طويل. كيجيو ساهلين ويعني بالمتوفر، يعني واخا نديرو غير نص كيلو من الحاجه ونحضروا بسيطلات زوينين وكيجيو لذاذين، وبهاد الشرموله كيجيو رائعين.
صافي الشعريه من بعد ما حتى هي درتها صفيتها مع العناصر الاخرى. هنا خليتها حتى بردات مزيان وتصفات مزيان باش ما كتفزق ليناش الورقه. كنخلطوا العناصر كلها، يعني الشعريه مع داك الكروفيت مع ديك الكالامار بهذه الطريقه هذه. يعني خليت داك الميرلون ما زدتهمش معاهم، غادي نضيفهم من الفوق باش ما يتفرتوناش، لان كتعرفوا الميرلون كتكون حساسه ودغيا كتفرتت، فكما كنضيفوهاش مع العناصر الاخرى هنا كنضيفها من الفوق بهذه الطريقه. وغادي نخلط واحد الخلطه خفيفه بزاف يعني باش ما تفرتت ليناش وكيبقاو دوك الطريفات باينين ديال ديك السمك. هانتوما بهذه الطريقه غادي نخلط بيدي، يعني الايادي كتكون نقيه طبعا، وكنخلط وكنصحوا الذوق، يعني كنشوفوا الملحه واش خاصنا، كذلك شويه د الهريسه، كذلك كنشوفوا الصوجه الا بغينا نضيفوا شويه ديال الحامض معصور. يعني كنصحوا الذوق باش ما كتجيناش داكشي مسوس. فهانتوما بهذه الطريقه هذه كنخليها كما قلت لكم حتى كتبرد، وكنضيف ليها واحد شويه ديال الفرomاج محكوك. راني اللقطه اللي زدت فيها الفرomاج ما تسجلاتليش. هنا خديت كيلو ديال الورقه من الحجم الكبير، كنقطعها على جوج ومن بعد كنقطعها على 4، يعني كيجوني 4 ديال الانصاف المثلثات بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. كنحتفظ بها في البلاستيك باش ما كتيبس ليناش، لان الورقه الا خليناها بزاف راها كتجي قاصحه. هنا خديت هاد المول اللي غادي نجمع فيه اولا غادي نمونطي البسيطلات ديالي. يمكن لكم تستعملوا اي مول كتفضلوا اي حجم بغيتو. هنا خديت واحد الكميه ديال الزيت، درت لها شويه ديال البابريكا اولا الفلفله الحمراء، ودرت لها شويه ديال العطريه ديال البسطيله ديال السمك، وغادي ندهن بها هاد المثلثات اولا هاد الاجزاء ديال الورقه د البسطيله كما كتشوفوا معايا. من بعد ما كنفكهم الورقه كتكون طريه طبعا، وكندهن هاد الوريقات ديالي اولا هاد المثلثات ديال البسطيله بهذا الشكل هذا. يعني ديك البابريكا اولا ديك العطريه كتعطيها واحد اللون مميز، يعني كتجي مميزه على البسيطلات الاخرين ديال بحال دابا ديال الدجاج اولا شي نوع اخر. هنا كناخذ داك المول كنفرش الوريقه الاولى اولا المثلث الاول دائما قاعده الجهه الحرشه الفوق والجهه الملسه لتحت، كندهن من الفوق. كناخذ واحد الكميه ديال الخليط اولا الحشوه ديال البسطيله وكنحاول نفرقها في هذا المول بهذه الطريقه هذه، وكنتني اولا كندير لي بلي وكنجمع الوسط هانتوما بهذا الشكل هذا، وكنزيد مثلث واحد اخر كنديرو في داك المول بنفس الطريقه الاولى، وكنحاول ندير ديك البسيطله اللي درت قبل هذيك الثنيه اللي كتكون لتحت هانتوما بهذا الشكل هذا. كنحاول نقادها باش كتجي تاخذ الشكل ديال المول، وكنتني بهذا الشكل هذا. الا كانوا شي زوائد اكيد كنحيدوهم باش ما كتجيناش معجنه من الداخل. هانتوما بهذا الشكل كنحاول نقادها بيدي، وهكا كتكون البسيطله ديالي كتجي مفينيه وزوينه. يعني كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل ديك الكميه اللي عندي ديال البسطيله. تقريبا انا هاد الكميه اللي درت ديال الحشوه خدات لي كيلو ديال الورقه د البسطيله. هانتوما بهذه الطريقه كنكمل بنفس الطريقه، يعني كناخذ واحد الكميه ديال الحشوه وكنتني بهذا الشكل هذا. ما كنديروش الزبده كتقطع لنا اولا كتجيب الورقه كتهرس لينا. هانتوما كنديروا فقط غير الزيت كنسمو كما قلت لكم بشويه د البابريكا شويه ديال العطريه ديال بسطيله السمك. كذلك الا بغيتو ديروا الكروفيت اللي كيكون يابس ومحمص كنديروه حتى هو، راه تيتباع موجود عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. هانتوما بهذا الشكل هذا كنحاول نقاد دوك البسيطلات ديالي بيدي وكنحتفظ بهم جانبا. هانتوما بنفس الطريقه كنستمر حتى كنكمل هاد الكميه كلها.
بهذا الشكل هذا راها ساهله. يعني كديروا الورقه الاولى كديروا الحشوه، والحشوه ما تكتروش الحشوه باش ما تطرطق لكمش البسيطله، يعني كتكون تقريبا واحد 2 معالق كبارين. وكما قلت لكم القياس اللي بغيتو نتوما، يمكن لكم ديروا قياس كبير بسطلات كبارين، يمكن لكم ديروا هذه الحشوه كذلك بسطيله كبيره. غير الا درنا بسطيله كبيره كنديروا طبقه فوق طبقه، يعني ما كنخلطوش مع الفيرميسيل، كنديروا طبقه ديال الفيرميسيل وكنديروا طبقه ديال الكروفيت، من بعد كنديروا طبقه ديال العناصر الاخرى ديال فواكه البحر. هنا من بعد ما كملت هذيك الكميه كامله ديال دوك البسيطلات، غادي نقترح عليكم واحد الطريقه ديال التزيين. يمكن لكم تخليوهم هكاك، يمكن لكم ديروها الطريقه اللي غادي نستعمل انا درت نص هكا ونص هكا. خديت ديك البواقي اولا الباقي ديال الورقه البسطيله اللي كتبقى لينا، انا ما كنضيعهاش، كنحتفظ بها بالمجمد. غادي نقدم لكم وصفات اخرى بهاد الباقي ديال الورقه البسطيله. دوزتها في الهاشوار، من بعد ما يعني قطعتها رقيقه بهذا الشكل، زدت لها واحد شويه ديال البافو، وديك الورقه ديال البسطيله درت لها شويه ديال البابريكا، شويه ديال العطريه ديال السمك، وخلطت العناصر جيدا. كناخذ بيضه كندهن بها هذوك البسيطلات، وكنديرها اولا كنزين بها بديك الورقه ديال البسطيله اللي قديتها بهذا الشكل هذا. يعني هذا كاقتراح ديال التزيين، كيجي زوين وكيجي عاطي للمنظر. واللي بقى كنخليه هكاك. من بعد غادي نزينو بالفرomاج محكوك اولا بطريفات ديال الحامض اولا طريفات ديال الكروفيت، كيبقى على حسب المتوفر دائما في المنزل وعلى حسب اللي بغيتو نتوما، واللي كيبغي الافراد الاسره ديالكم اولا اللي بغى يديرهم كوموند على حسب شنو يفضل الكليان. ها نتوما بهذه الطريقه هذه كنستمر حتى كنكمل ديك الكميه، والنصف الاخر قلت لكم غادي نخليه عادي. بالنسبه لطريقه التخزين، فبالنسبه لطريقه التخزين بغيتو تدخلوهم تشمعوهم واحد شويه في الفران، يعني كيكون الفران سخون كتدخلوهم غير كيتشمعوا واحد شويه، ومن بعد كتخليهم حتى كيبردوا، وكتجمدوهم وكتجمعوهم في البواطات. اولا بغيتو كما غادي ندير دابا انا غادي نسرحهم في البلاطو وغادي ندخلهم المجمد حتى كيشدوا راسهم اولا كيتجمدوا شويه، ومن بعد كنجمعهم في البواطات. يعني ملي كنبغيو نقدموهم اولا كنبغيو نوجدوهم كنجبدوهم، يعني كنجبدوهم من المجمد وكندخلوهم الفران ضروري يكون سخون، ما نديروهمش الفران بارد راه غادي تعجنوا لينا. يعني ضروري كنكونوا يلا طيبنا شي حاجه في الفران مثلا الخبز اولا شي حاجه واحده اخرى، وكندخلوهم حتى كيتحمروا وكياخذوا اللون الذهبي، وديك الساعات كنقدموهم اولا كنزينوهم بالطريقه اللي بغينا. فكانت هذه هي الطريقه ديال الاحتفاظ بهم. اولا كما كندير لهم انا غادي نجمدهم في هذا البلاطو وغادي ندخلهم المجمد، ومن بعد غادي نجمعهم في البواطات حتى نحتاجهم، وكما قلت لكم بنفس الطريقه غادي نطيبهم. هذا هو الطريقه ديال التخزين. ما تفوتوش لهم هاد المملحات اللي كيكونوا هكا، ما تفوتوش لهم 15 اليوم. يعني ملي كتفوت 15 يوم ما تتبقاش الذوق ديالهم هو هذاك. هذه هي طريقتي في التحضير ديالهم. من بعد هنا جمدتهم ها نتوما كما كتشوفوا، غادي نحتفظ بهم في هاد البواطات وندخلهم المجمد حتى نحتاجهم، وغادي ناخذ الكميه اللي بغيت وندخلها الفران ونطيبها. هذه هي الطريقه ديال التحضير ديالي ديال البسيطلات، كتكون لذيذه زوينه وكذلك سهله، يمكن اي واحد يحضرها. فكنتمنى تشجعوني وتدعموني باللايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم. الله يفتح عليكم ابواب الخير. اللي ما مشتركش عجبو المحتوى ديال القناه فما ينسانيش بالاشتراك، ما ينسانيش بشي كومونتير اولا تعليق زوين محفز باش يمكن لي دائما نقدم الجديد والجديد. وكنتمنى لكم عواشر مبروكه، وكنتمنى يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه والرزق وجميع الامنيات اللي كتمناو في حياتكم نتوما والناس اللي عزازين عليكم. وكنقول لكم شكرا جزيلا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.